يعني الباب عشان يركب وعندي العصابه تبقى راكبه على وش الحيطه، فالحل ده هيبقى طاير 2 سم. معايا على التفصيلات دي والله بجد. احنا هنا طبعا الحيطان مفيش حيطه عدله، فالباب ده احنا مركبين عتبه هنا، يعني احنا مركبين العتبه الرخام دي. طبعا احنا جينا قصينا في السيراميك، خلعنا ابواب كانت راكبه بحلق زفر. فانت لك ان تتخيل ان انت بتخلع باب حلق زفر من حيطه راكب فيها سيراميك، وفي نفس الوقت انت بتحاول على قد ما اقدر ان انا ما بهدلش السيراميك. يعني انت تعالى بص على السيراميك هنا ولا الهواء، فاهم؟ ده كله عشان نيجي نركب الابواب البي في سي بتاعتنا تركب في الاخر بنظافه. جينا بقى بنركب الباب، تلاقي ان الحلق ده جاي لك طاير لبره 2 سم هنا. يعني الباب عشان يركب وعندي العصابه تبقى راكبه على وش الحيطه، فالحل ده هيبقى طاير 2 سم. ده مش حل منطقي ان انا عندي باب اركبه عشان يتعدل عشان الحيطه بتاعتي مش عدله، يبقى الباب مشفت كده. فالحل بقى عشان اظبط الحته دي، تعالى كده بقى، شايف هنا التفصيله دي؟ ان انا جبت العصابه قطعت لها في الحيطه وبيتها جواها. فانا بيت العصابه بتاعتي على وش الايه؟ على وش الحيطه، علشان في الاخر احاول على قد ما اقدر اعدل حلق الباب بتاعي مع العتبه الايه؟ الرخام اللي راكبه تحت. في الاخر ده بعد ما يتفنش هيديني علاقه شكلها محترم. ده هيديني علاقه شكلها محترم. شايف التفاصيله دي؟ الكلام ده طبعا والله يعني اقول لك ايه، فلوس. فيلا الحمد لله بقى.